السلام عليكم أحلى متابعين بالدنيا، رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير. حبيت أشارككم رمضان بهذا الطبق الحلو، طبق شوربة جدا مميز وجدا لذيذ ومعروف عندنا بالعراق، هي شوربة الآش الإيرانية. شوربة الآش الإيرانية معروفة عندنا بالعراق، في جنوب العراق تحديدا بمدينة كربلاء ونجف يتميزون بهذه الشوربة. اليوم حبيت أسوي لكم إياها بطريقتها الأصلية، الوصفة الإيرانية الأصلية. وقبل ما نبلش الشغل حبايبي لا تنسوني بالضغط على زر الإعجاب، وبالنسبة للأخوة غير المشتركين يا ريت تشتركون بقناتي وتفعلون جرس الاشتراك حتى يوصلكم كل ما هو جديد من القناة. نبلش بسم الله ويلا بينا حتى نشوف طريقة عملها. طريقة شوربة الآش الإيرانية طبعا هي عبارة عن خضروات وبقوليات. البقوليات الموجودة عندي هنا كاسة من الحمص، كاسة من العدس الأخضر، وكاسة من اللوبيا الحمراء، نفس الكمية من الفاصوليا البيضاء، وكمية قليلة من الرز. طبعا المكونات هذه أنا أقول لكم على السريع كلها موجودة هي والمقادير مالتها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، فما راح أضيع وقت إنه أقول المقادير والمكونات، بس هل إذا تشوفوا. أول شيء طبعا إحنا راح ننقع هاي بقوليات شيء أكيد كنا نعرف لازم تكون متنقعة 8 ساعات 6 ساعات، ليلة كاملة مثل ما تحبون، المهم مو أقل من 6 ساعات. ورا ما تتنقع تنغسل زين وتتصفى من المي وتنحط بجدر وينحط بيها تقريبا 1.5 إلى 2 لتر من الماء ونعوفها تغلي إلى أن تستوي. ما ننسى طبعا بين فترة وفترة نشيل هاي الرغوة اللي تتكون على سطح الجدر، لأن هذه تأذي المعدة مو زينة وبعدين نسوي طعم مو طيب بالشوربة. بالنسبة للخضروات راح أحتاج كمية من السبيناغ، إذا عندكم سلق يكون أحسن، تكون مفرومة فرم خشن. راح أحتاج إلى بصل مقطع شرائح، ثوم مثروم ناعم، وهذا عندي الكراث. طبعا الكراث معروف بالعراق شنو الكراث، احنا هنا بكندا ما عندنا هذا الكراث الموجود بالعراق، فهذا أنا أشتري من أسواق أفغانية، يعني هو اسمه شايف، هو الكراث يكون مجمد، أستعمله وهو مجمد. راح نحتاج إلى نعناع مجفف وإلى شبنت مجفف. هذه أهم المكونات بالنسبة للخضروات، وأيضا موجودة المقادير والكميات كلها في صندوق الوصف. هنا أنا حبايب راح أخلي كمية من الزيت وراح أبدي أقلي البصل، أخليه ينحمس زين، أضيف له ملعقة طعام من الكركم وأبدي أقلبه إلى أن يذبل ويبدي شوية يحمر لونه، يوصل لهالدرجة مثل ما تشوفون. راح أشيل جزء من عنده، هذا أستعمله بعدين في تزيين طبق الشوربة. راح أضيف له الثوم، أبدي أقلبهم إلى أن الثوم يتحمس همينة وتطلع ريحته الطيبة. راح أضيف ملعقة طعام من الشبنت أو ملعقتين طعام من الشبنت المجفف. هسه راح أبدي أضيف الخضروات اللي أنا مقطعتها. بالنسبة للكراث أنا قلت لكم أنا جبته جاهز. راح أضيف البهارات اللي هي عبارة عن شوية من الكاري وفلفل أسود، وكذلك كمية إضافية من الكركم، وأيضا همينا كلها بصندوق الوصف. أخليهم يتحمسون زين. الخضروات ضروري جدا أنه أحمسها زين بالزيت إلى أن تذبل تماما. هسه بعد ما البقوليات استوت عندي راح أضيفها على الخضروات وأضيف شوية من ماء السلق. المكون الأساسي بهاي الشوربة حتى تطلع نفس الوصفة الإيرانية هو الكشك. الكشك يجي بهالشكل هذا، موجود بالأسواق الإيرانية عندنا هنا والأسواق الأفغانية، معروف هو الكشك. كل ما تكون نوعيته زينة كل ما الشوربة راح تكون طعمها أطيب. راح تضيفون من عتها هاي الكمية اللي أنا مستعملة خاشوقة أو 2 ملعقة طعام أو 2 من الكشك، وراح تعطيها نكهة مميزة وشوية حموضة. راح أضيف أيضا الماء مغلي للشوربة، أنا ضفت لها شوية من المي سلق البقوليات، بس راح أضيف لها مي مغلي أيضا تقريبا 1.5 لتر إلى 2 لتر، وأعوفها إلى أن تقريبا 3-4 ساعة إلى أن تستوي المواد كلها. هنا أنا راح أستعمل هذا النودلز اللي هو نودلز نوعية خاصة موجودة أيضا بالأسواق الأفغانية والإيرانية، اللي هذا يسموه الرشتة.
والشوربة تسمت على اسمه شوربة الرشدة. هذه راح أقطعها لأن نودلز طويلة وأذبها على الشوربة مثل ما هي، وأخليها طبعا هاي يعني بعد ما تستوي المواد كلها، تستوي الشوربة، يبقى لها هيك بس يعني على قد نص ساعة. آخر نص ساعة أضيف عليها هذه النودلز وأخليها تنسلق إلى أن تستوي تماما. يعني الشوربة كلها على بعضها راح تاخذ من عندي ساعة إلى ساعة ونص، ساعة وثلث. راح أسوي الزينة مالتها، التزيين، تزيين الوجه. راح أجيب ثوم مدقوق أو مفروم كلش ناعم، أخليه بكمية من الزيت أو دهن سمن نباتي يكون طعمه بعد أطيب، وأخلي له النعناع المجفف. راح أخليهم ينحمسون زين إلى أن يبدي لون الثوم والنعناع يبدون يتغيرون. راح أخليها على السطح وهذا التزيين، وبنفس الوقت راح يضيف نكهة إضافية خرافية للشوربة، لأن أنا راح أخبطها ويا الشوربة وراح تضيف لي فد نكهة جدا رائعة للشوربة. الثوم مع النعناع بهذه الشوربة فشي كلش جدا مميز، كلش يعطيها طعم وريحة جدا مميزة وطيبة. تشوفون بهالشكل هذا. راح أزين الطبق مالتي بعد ما استوت الشوربة وخليتها. هسه راح أخلي هذا البصل اللي قلت لكم أني خليته على جهة حتى أزين به الطبق، هم أنا أضيفه على الوجه. وهاي صارت الشوربة مالتي جاهزة. تخبطوها وراح تذوقون ألذ وأطعم شوربة ممكن تجربوها. وكذلك هي حلوة كلش طيبة للأيام الباردة، أيام الشتاء الباردة. يا رب تكون عجبتكم الوصفة، وإن شاء الله ألتقي وياكم بوصفات جديدة.